السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وهنا وسعادة وفرح يا رب، ودايما يبيدكم عمرنا بالفرح والسعادة ان شاء الله. بقى النهاردة جايبه لكم طريقة الشريك، طريقة سهلة وجميلة جدا. يلا بينا نسمي الله ونخش على طريقتنا. معايا 7 كوبايات من الدقيق، 7 كوبايات ونص. معايا كوباية سكر. معايا كوباية سكر. طبعا الكوباية اللي بعاير بيها الدقيق بيتعاير بيها كل حاجة، يعني السكر الزيت كله. ومعايا معلقة ونص خميرة، ومعلقتين صغيرين بيكنج باودر. نبدأ نقلب المكونات دي كلها مع بعضيها، نسمي الله ونقلبها كويس. بسم الله. بعد كده احنا عندنا بيضة ننزل بيها، بيضة واحدة بس. تمام. انزل عليها بمعلقتين فانيليا صغيرين، ونص معلقة كبيرة، ومعلقة خل عشان تشيل الزفرة بتاعة البيض. وهنا بقى معايا 3 كوبايات لبن، انا حطيت كوبايتين، والكوباية التالتة هسيبها معايا لحد ما اعجن واشوف هحتاجها ولا ايه، بس انا ان شاء الله احتاجتها. اهو ادي الكوبايه التالتة بدأت انزل بيها. انا هنا بقى هبدأ انزل على رخامة لان الشريك بيحب العجين الكتير. هبدأ انزل بيه واكون مجهزة جنب نص كوباية زيت، هنزل بهم شوية بشوية مع العجين. تمام. لحد ما العجينة تنعم معايا. الشريك بيحب العجين الكتير، كل ما بتعجني فيه بيطلع معاكي حلو قوي. ما شاء الله. بص العجينة بدأت تنعم معايا خالص اهو. كده تمام. هبدأ احط العجينة بتاعتي في طبق واسيبها تخمر معايا، وبعد ما تخمر هنشوف هنعمل فيها ايه ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. الخميره بتاعتنا اهي خلاص خمرت. نبدا ان احنا نحط فرشه زيت في الصاج بتاعنا اللي احنا نستخدمه. نبدا نقطع، نعمله اكنك بتعملي بقسماطه بالظبط، رفيع اهو. نبدا ناخد اول طرف نضمه لجوه، بعد كده نلفها حلزوني. واهم حاجه تحط الطرطوفه تحت العجين عشان خاطر مش تفكي معاكي وهي بتخمر وهي في الفرن. احنا هنسيبها تخمر طبعا كمان مره. كمان واحده معاكم اهيت. نعملها زي البقسماط. ندخل الطرف لجوه ونضمه ونبدأ نلفها حلزوني، وننزل بالطرف التاني تحت العجينة اهو زي الفل. ان شاء الله. تقطيعها سهل جدا، وهي الوصفة نفسها سهلة وجميلة وتخلص معاكي على طول. تاكليها بقى مع كوباية شاي، كوباية حليب بشاي، تبقى حلوة اوي. بسم الله ما شاء الله. كده بقى احنا خلصنا الكمية بتاعتنا كلها اهو. هنبدأ نسيبها تخمر، تاخد الخمران بتاعها،
طبعا احنا بنعملها حجم صغير عشان هي كده كده هتنفخ معانا. هنا بقى الوش بتاعنا بيضة، هنحط عليهم معلقتين فانيليا عشان الزفارة وسكر. نبدأ ننزل بالبيضة على وش الشريك، وبعد كده نحط السكر على الوش. بعد ما نحط البيض بنحط السكر على وش الشريك. وبالراحة وانتوا بتحطوا البيض والسكر، لان انا مش عايزة الهواء يطلع منها، انا عايزة الخميرة بتاعتها اللي انا منفوخة فيها زي ما هي. بالراحة عليها خالص، على قد ما تقدري بالراحة. وحاولي وانت بتحطي السكر تمام زي الفل، حاولي وانت بتحطي السكر ما ينزلش معاكي في الارضية. تمام، احنا كده خلصنا يا حبايبي. يا ريت يا حبايبي لو الفيديو عجبكم مش تنسوني بالاشتراك ولا تبخلوا عليا باللايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي يا حبايبي.